السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. النهارده هعمل معاكم ليمون، اللي هو الليمون الكبير دوت اهو. هخلله ليمون، انا سلقته سلقاه، ودي المية بتاعته اللي انا هستعملها اهي. يعني ده الليمون اللي انا هعمله. بصوا يا حبايبي، سلقاه يعني ما خدش كتير على البوتاجاز، وانا اصلا خليته يعني جامد شويه كده. هبتدي افتحه من هنا كده اهو. لو انت حابه واحده بس كده ما حلوه برده كده، حباها اربعه كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تمام برضو كده اهو. يعني عامله بالشكل ده كده اهو. اهو. طبعا اللي هينزل منه كل دوت انا هحتاجه يعني او هاخده. بصوا بقسمها اربع ارباع بالشكل ده كده اهو. مش للاخر يعني، بصوا اهو. ماسكه يعني كده، ماسكه بالشكل ده كده. هعمل ده كله بقى بالشكل ده كده اهو. والسكينه بتاعتك ايه؟ لازم أن تكون حاميه اهو، فاتحه كده. نصين اتنين ديت ملانه شويه اهو. كمان ديت اهو. بصوا، خلصوا بقى بالشكل ده كله كده، ونرجع نشوف الخلطة السحرية الجميلة اللي احنا عاملينها لليمون بتاعنا النهاردة. انا خلصت يا حبايبي الليمون بتاعي، فتحته كده بالشكل ده كده اهو. هبتدي اعمل ايه بقى؟ المكونات بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم. معايا الملح، معايا العصفر، معايا حبة البركة، ومعايا الشطة اهي، هريسة الشطة حمراء اهي. هريسة الشطة اللي انت عايزاها يعني. ممكن لو مش عاملة هريسة ممكن تجيبي فلفل احمر وتطحنيه عادي. ومعايا الخل، ومعايا الزيت. هعمل ايه بقى يا حبايبي؟ هبتدي اجيب بوله كده اهو اهي. هحط فيها المكونات بتاعتي. ابتدي بالعصفر اهو، كمان حبه البركه اهو، وكمان ملح، وكمان معايا بهرس الشطه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد اهي. وكمان معايا الخل، وكمان معايا معلقتين، مش الزيت كله، انا هحط معلقتين اتنين من الزيت بالشكل ده كده بس اهو. كده اقلب المكونات دي كلها في بعضها كده اهو. واجيب بقى ايه؟ الليمون بتاعي اهو بالشكل ده، والبطرمان اللي انا هخلي فيه اهو. هعمل ايه يا حبايبي؟ هعمل كده اهو. هحشي الليمون بتاعي كده اهو في البطرمان، وهحط كمان اهو. عايزه اقول لكم ريحه الخلطه جميله جدا اهو. بالشكل الجميل دوت اهو. ابتدي بقى، بصوا تعلموا ان انا مش سالقه الليمون قوي يعني لدرجه ان هو ينهري. بصوا ارصه بقى في البطرمان بتاعي لحد ما اخلص الكميه دي كلها. اخلص الكميه اهو بالشكل ده كده
طبعا انا سلقت الليمون، ما قعدش كتير الليمون ده الكبير دوت يا حبايبي، ما بياخدش وقت خالص على البوتاجاز، بيستوي بسرعه. طبعا انت ايه لازم قلبه واتنين وتروحي طافيه عليه. والميه بتاعته قلت لكم حشتها، شلت الميه لحد ما بردت. اخلص باقي الكميه اللي معايا دي وارجع ونشوف هنعمل ايه. 3. انا خلصت البطرمان بتاعي بالشكل ده يا حبايبي اهو. هبتدي بقى اجيب الميه بتاع الليمون اللي انا قلت لكم انا مش هرميه اهو، اللي نزلت من الليمون بالشكل ده كده اهو. اقلبها في قلب واسقي بيها واسقي بقى الليمون بتاعي، وما يخلص هاخد من ميه الليمون بالشكل ده اهو. ابتدي اخد بقى بميه الليمون كده، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. احط برده في الطبق تاني، وعليهم حبه من الملح اهو، واسقي الليمون بتاعي. بالشكل ده كده اهو اهو اهو. نملى بقى البطرمان بتاعنا كده، ممكن تاكلي منه يعني ايه 5 ايام اسبوع بالكتير يعني بالشكل ده كده. وما خدش حاجه الفيديو اهو، بس كده اهو. بصوا الشكل يا حبايبي. ابتدي بقى اجيب الزيت بتاعي اهو، الزيت على وش الليمون اهو. ادي الليمون بتاعي. اتمنى يكون الحلقه النهارده عجبتكم، وان عجبكم ما تنسونيش تنسوش الشير واللايك، ويا رب يكون الفيديو بتاعي كان خفيف وعجبكم اهو يا حبايبي بالشكل ده كده. بعمله شويه كده ينزل اهو. اتمنى النهارده يكون الحلقه عجبتكم والفيديو عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف صحه والف خير. النهارده اعمل معاكم سمك اهو، سمك بحري اهو، منضفاه ومجهزاه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت اهو، وفتحاه كده اهو بالشكل ده. وايه معايا الثوم، ومعايا الليمون طبعا، ومعايا بصل، ومعايا فلفل اخضر على احمر كده، ومعايا الملح والبهارات بتاع السمك، ومعايا الطماطم اهي مقطعه قطع صغيره كده. هشوف معاكم هعمل السمك بطريقه عامله ازاي. انا طبعا عملت معاكم سمك مقلي وسمك مشوي، النهارده اعمله سمك بطريقه مختلفه، يا رب ان شاء الله يعجبكم. هعمل معاكم طبعا هركن السمك كده، وهجيب عندنا كلنا في البيت اللي هي الصلايه اللي احنا بندق فيها التوم دي. انا هنزل بالثوم بتاعي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا مش بصوا كده يا حبايبي اهو، الثوم اهو، نزلت بالثوم اهو بالشكل ده كده. ومعاه مش كل الفلفل، انا هحتاج الفلفل، هحط حبه من الفلفل الاخضر كده، وحبه من الفلفل اللي هو الاحمر اهو. وهنزل كمان بالبهارات الكمون طبعا بتاع السمك اهو، والملح، ومعاهم يا حبايبي عصرة الليمون اهي
ومعاهم عصرة الليمون بالشكل ده كده. مني في اهي. بعد ما عصرت الليمون يا حبايبي كده هفرمه في قلب الصلايه دي وارجع لكم تاني. اهو يا حبايبي الدقه اهي اللي انا دقيتها زي ما انتم شايفينها كده بالشكل ده. طبعا انا هجيب صينيه فاضيه كده اهو، وعلى السمكه اهو هحشي السمكه. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو. هملح السمك كده اهو بالشكل ده كده اهو. انا يا حبايبي هخلص باقي الكميه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت وهرجع لكم تاني. انا خلصت السمك اهو يا حبايبي وتبلته بالشكل اللي انا وريته لكم. هبتدي اجيب بقى طبق كده او بوله اي حاجه عندك كده، تروحي نازله فيها بالبصل كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وبعد كده بالفلفل اللي انا كان سايباه اهو. ومعايا الطماطم اللي انا مقطعاها قطع كده اهو كده مع بعضهم. ومعاهم ليمون اهو. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اقلب كده ومعايا بقى الملح والكمون برضو اهو. بالشكل ده. هقلب بقى كده يا حبايبي. طبعا السمك تملحيه مش اقل من نص ساعه، تسيبيه في قلب التتبيله اللي انا عملتها معاكم دي، مش اقل من نص ساعه تسيبيه فيه كده. بقى اجيب الصينيه بتاعتي كده او الصاجه اللي هسوي فيها السمك اهي. طبعا هي لازم هي ناشفه اهي ناشفه. هعمل ايه فيها؟ هجيب الزيت عندي كده اهو قلب الصينيه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بالفرشه اوزع الزيت بالفرشه كده اهو. اهو هبتدي بقى يا حبايبي اجيب الايه التتبيله بتاعتي كده واوسع على نفسي اهو. هبتدي بقى اجيب التتبيله اهي والسمكه اهي. اجيب السمكه كده يا حبايبي بالتتبيله وارص على اهو. هحشي السمكيه من جوه كده بالشكل ده كده اهو. بالشكل ده كده وارصها على الصينيه كده والصاجه نفس الحكايه اهي اهو. طبعا انا هعمل السمك بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، طريقه سهله وبسيطه. ويعني بصل وطماطم مش حكايه يعني، كلها موجوده في قلب البيت يعني. بقلل مقادير يعني اها. السمك بصوا شارب من التتبيله وشكله وريحته جميله والله جميله جدا. وان شاء الله لو جربتها يعجبكم اهو.
انا هخلص باقي السمك كده بالشكل ده وارجع اوريهولكم قبل ما احطه في الفرن. وانا كده يا حبايبي حشيت السمك بتاعي كله اهو. ابتدي بقى اجيب حوالي معلقتين زيت كده على وش السمك من فوق اهو. انزل على السمك كده بالراحه كده. وانا يا حبايبي بقى خلاص كده خلصت السمك. انا هحطه في الفرن وارجع اوريهولكم. كده يا حبايبي السمك بتاعي اهوت خلصته بطريقه سهله وجميله وبسيطه واستوى قدامكم. بصوا شكل السمك يا حبايبي اهو، جميل جدا. جربوا بالطريقه دي. وادي كمان قلبه من جوه اهو استوى وجميل جدا. يا رب النهارده يكون الفكره بتاع السمك حاجه سهله وبسيطه ويا رب تكون عجبتكم. وعملت جنبه سلطه خضروات اهي، طبعا سلطه على قد فرد واحد. السلطه تعملها اللي هياكل مثلا على قدها، عشان انت عارفين الجو حر واي حاجه تقعد تخسر، وبالذات الطماطم والحاجات دي. وعملت حبايبي جنبها رز ابيض. وادي الترش الجميل بتاعنا اهو. وادي السمك اهو يا حبايبي. ان شاء الله يكون الفكره عجبتكم. انا النهارده كنت ناويه اقليه بس كسلت وقلت اعمله بالطريقه دي معاكم وان شاء الله يكون عجبتكم وان عجبتكم الفكره وعجبكم عمل السمك ده وريحته جميله جدا، ريحته جميله. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده طعمه جميل جدا. وادي البطه طلعت من الفرن اهي. وادي شوربه البطه. يا رب يكون عجبتكم والفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك. السلام عليكم. حلو كده. البطاطا بتاعتي عجبتكم وجربوها. طعمها جميل جدا وسهله وبسيطه. وكده الفيديو بتاعي يكون خلص. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا له لايك. السلام عليكم. هنعمل جنب السجق لسان العصفور، شوربه لسان العصفور. كده حطيت الزيت واحط حبه لسان العصفور. اللي بيحمر هو الشوربه كده في لسان العصفور. الشوربه فيها كل حاجه. ونغطي على ما يستوي. وبكده يا حبايبي ابقى خلصت اكلي معاكم النهارده اللي هو السجق الضاني الجميل عامل زي صباع المحشي واستوى اهو. استوى جميل. جربوه ان شاء الله يعجبكم جدا واحلى من البلدي وطعم وشكل وكل حاجه جميله فيه. شو السجقايه قد ايه. يا رب يكون اكلي عجبكم النهارده. ودي شوربه لسان العصفور اهي بالشكل ده كده. شوربه دسمه وحلوه. ان شاء الله يكون اكلي عجبكم. وبتمنى لكم ما تنسونوش وتعملوا له لايك. السلام عليكم. وبكده يا حبايبي بخلصت الاكل معاكم النهارده اللي هو العدس الاصفر اهو بالشكل ده كده. شوفوا استوى وهوت والشعريه عامله فيه ازاي. عايزه اقول لكم طعمه جميل جدا. جربوه. وحط على الوش عود اي عود خضره كده يزينه.
وان شاء الله يكون عجبكم اكلي، وما تنسوش اللايك والشير، ونلتقي ان شاء الله في فيديو تاني. السلام عليكم. اهو اخر حته اهي، ان شاء الله خفيفه وجميله جدا، جربوها تعجبكم. بصوا جميله. وده الطبق بتاعي النهائي للنايتي، ان شاء الله باذن الله يكون عجبكم ويكون خفيف عليكم. واجي من فوق كده، بس انا ممكن ازوقه بايه، بالسيرب بنايتي الفراوله اللي عندي اهو بالشكل ده كده. وده كان طبقي معاكم النهارده، واكلتي النهارده، والفيديو بتاعي كان النهارده عن النايتي. الاطفال كلها بتحبه، ان شاء الله باذن الله يعجبكم، جربوه. في اخر حلقتي بختم معاكم اهو صينيه النايتي اهو. يا رب يكون عجبكم النهارده اكلي، وان عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك. سلام عليكم. نغرف مع بعضنا حاجتنا بقى زي ما انتم شايفين كده. اديني خلصت اهو. ادي الرز الابيض اللي انا عملته النهارده معاكم، وده اللحمه اللي هي كباب الحله زي ما انتم شايفين كده. جربوها مش هتندموا، طعم وشكل وكل حاجه وريحه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعجبكم. على فكره انا اول مره اعمل فيديو واول مره اصور، ويا رب يكون نال اعجابكم وتكونوا مبسوطين منه ويكون عجبتكم. وان عجبكم الفيديو بتاعي اشتركوا في القناه وما تنسوش تعملوا لي لايك. السلام عليكم. استوت اهي لسه مطلعاها من الفرن سخنه، والبتنجان برضو اللي فيها استوى اهو الشكل ده كده اهو، والجزر كل حاجه استوت فيه، والكفته اهي الكفته استوت اهي، وهي مش ناشفه قوي. يا رب تكون عجبتكم النهارده، اكله خفيفه وبسيطه ان كان، وان شاء الله تعجبكم. وان عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك. السلام عليكم. بصوا يا حبايبي اهو حطيتها كلها اهي، ريحتها جميله جدا. قلت لك حابه تحطي مع الجزر بطاطس متقطعه كده براحتك، احنا ما بنحبش البطاطس، بس هي البطاطس برضو بتبقى حلوه. عشان لما تيجي تزودي الطبيخ وتلاقيه ناشف عمرك ما تزوديه بميه ساقعه. حلوه كده مش عايزه ملح ولا حاجه. انا هغطيها وهبقى اوريها لكم على التقديم. وبكده يا حبايبي خلصت البسله بتاعتي اهيت، وعملت جنبها رز بشعريه اهو، وخلصتها اهوت، واللحمه فيها استوت اهي. ان شاء الله يكون الاكل بتاعي عجبكم النهارده، وان عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدوسوا لايك. ويا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مكانه بطاطس، ما البطاطس برضو ايه زي البتنجان تمسك وتبقى حلوه وكده. ممكن نحط على البطاطسيه برضو طماطمايه بصلايه، ونعملهم على قلب بعضهم كده، ونعملهم زي الكفتايه كده زي ما انتم شايفين كده. جميله جدا يا حبايبي والله، وريحتها جميله جدا. جربوها مش هتخسروا حاجه، كل تكاليفها وفيره وموجوده في قلب البيت.
ويا رب النهارده الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم، ويكون الاكل النهارده عجبكم. اهو بالشكل ده انا عملتها اهو. طبعا البتنجانتين مش كل الكميه دي، انا لسه بعمل بقليها على البوتاجاز، بس انا عشان ما اطولش عليكم. هو الفيديو قصير وكل حاجه، مش يعني على طول ما فيش حاجه، كل حاجه كانت قدامكم. البتنجان وحطيت عليه البصل، وحطيت عليه الطماطم، وحطيت عليه التوابل. انت ممكن تحطي بصل بودر، توم بودر، جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا في قلب البتاع دي، اي حاجه بتحبي طعمها في قلب التتبيله حطيها، ما فيش اي مانع ولا في اي حاجه. والنهارده يكون اكلي عجبكم. ما تنسيش الشير عشان اللي ما شافش الفيديو يشوفه، وما تنسونوش في اللايك. انا عندي 1000 مشترك بس، ونفسي ال1000 يبقوا 2003 ان شاء الله، كله باذن الله. وان شاء الله يكون الاكل عجبكم النهارده، واتمنى يكون عجبكم. وما تنسونوش في الشير واللايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل حاجه فيها مستويه، خدت لها مش اقل من ساعه في الفرن. ها النهارده ان شاء الله يكون الوصفه دي عجبتكم. زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا ومستويه اهي اهي. ان شاء الله يكون عجبتكم الفرخه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدوسوا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عملت عليهم الدقيق بتاعي اللي هو نص كيلو دقيق، وعجنتهم عجينه متماسكه اهو. طلعت عملتها وفردتها زي ما انتم شفتوا بالشكل ده. طلعت فطير. انا هكمل بقيه الفطير بتاعي كده وبرجع اوريكم على التقديم. وكده خلصت الفطاير بتاعتي اهي يا حبايبي. بصوا من نص كيلو دقيق عملت كام فطيره اهو. بصوا التوريقه بتاع الفطير اهو. بصوا يا رب النهارده الحلقه بتاعتي تكون عجبتكم الحلقه بتاعتي. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدوسوا لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهي هحطه على وش السندوتشات كده. لو انت برضو عايزه تحطي في قلب السندوتش جبنه حطي، تبقى حلوه. كده يا حبايبي اهو الشكل النهائي بتاع السندوتشات بتاعتي. وهدخلها الفرن على درجه حراره يعني قليله جدا عشان السندوتش يتحمر معايا كده. واما يطلع من الفرن ان شاء الله هوريهولكم. وبكده يا حبايبي بخلصت السندوتشات الكريب بتاعتي معاكم اهي بالشكل اللي انتوا شايفينها دوت اهو اهو. بصوا الظهر بتاع السندوتش وده الوش بالشكل ده كده، وطبعا محشي اهو جميل اهو. بطريقه سهله وبسيطه، جربوها تعجبكم والله. وطعمه وريحته جميله جدا السندوتشات. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. وان عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.